حبايب قلبي، السفرة الجميلة ديت عملناها ازاي وسوينا الحاجات دي ازاي؟ هندخل الفيديو مع بعض ونشوف عملنا ايه ومكوناته ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، إن شاء الله إن النهاردة مجمعين حبايبنا كده على الغدا، عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني دي صلة رحم وبر الوالدين، وحاجة جميلة جدا إن الناس تتقرب من بعضها كده عشان ربنا يرفع عنا الغلاء والبلاء اللي احنا فيه ده. والله يا جماعة لما نتجمع مع بعض مفيش حاجة بتفقر أبدا أبدا أبدا. إن شاء الله أنا عاملة دلوقتي 3 فراخ، فراخ عتاقي بلدي كده. إن شاء الله هنعمل عليهم النهاردة إيه بقى؟ هنشوف مع بعض هنعمل عليهم إيه. غدا سريع وجميل وخفيف كمان. معايا هنا بقى إن شاء الله كيسين 2 ملوخية. والله لونها يعني هو لسه عشان التلج عامل على الكيس، أنا مطلعاه من شوية. مخلي لونهم الأخضر الجميل مش ظاهر أوي، مش عارفة هو ظاهر لكم والّا إيه. بس بسم الله ما شاء الله، وإن شاء الله، إن شاء الله وإن كان في العمر بقية هاخزنها معاكم السنة دي. وهنعملها هنشوفها مع بعض. هنعمل برضه ملوخية من دول كيسين كبار عشان العدد يا ربنا اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبير. وهنعمل بقى برضه شوية لسان عصفور ورز وكده هنعملهم مع بعض. يعني قلنا غدا خفيف وسريع كده عشان نعرف نقعد مع بعض شوية، عشان الدنيا لهت الناس كلها بصراحة. ما عادش حد بيشوف حد ولا حد بيقعد مع حد. بقينا بنتواصل برسالة يعني. الناس بقت بتستكتر المكالمة كمان، يعني الله المستعان. ربنا يا رب يجمعنا كده على الخير والطاعة إن شاء الله. انا جيت على النار تاني يا حبايبي كده عشان طبعا الفراخ غليت زي ما حضراتكم شايفين اهوت. هنشيل بقى الريمه ديت كده اللي هي على الوش ديت. هشيلها كلها واظبط الدنيا كده. عشان الريمه ديت لما تطلع كده ما يبقاش فيها اي حاجه. وانا بحط كل الاعشاب صحيحه زي ما انتوا عارفين بقى. بحط الفلفل والطماطم والبصل، الجزر، كل حاجه بحطها سليمه، وحتى اللي هي البهارات والحاجات بتاعتي والحبان وكله. ما بطحنش، ما بحبش احط حاجات مطحونه في الشوربه بتغمقها. ان شاء الله هتشوفوها معايا هتبقى زي العسل ان شاء الله. حبايبي بقى هنا هنحمر الرز، هنحمر الشعريه اهوت عشان نعمل الرز. دي سمنه سايحه اهيت ما شاء الله لا قوه الا بالله. حطيت شويه زيت وهزود كمان شويه عشان كميه الرز هتبقى كبيره. بسم الله. هنحمر بقى الشعريه، وعلى ما تتحمر كده هنغسل الرز عشان نشوحهم كويس جدا مع بعض. حبايبي اهوت انا بدلت الحلة المكان بعض، حلة الفراخ مكان الشعرية، وحلة الشعرية مكان الفراخ عشان الدكة كانت هادية جدا والفراخ طبعا بتغلي، فحطيتها على الهادي وجبت الشعرية هنا عشان احمرها قوام واشوح الرز. ولازم ايدينا تبقى في الرز كده كويس على طول عشان الشعرية ما فيش جنب ياخد لون زيادة عن لون، ولا واحدة تنها بيضة او واحدة تتحرق. لازم ايدنا تبقى في الحلة كده عشان لونها تاخد لون موحد ولون ذهبي جميل كده. يخلي الرز شكله وطعمه حلو، ما يبقاش ريحته محروقه او ابيض فيه زياده عن اللزوم، مش حلو. اهي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشعريه لون واحد اهو يا حبايبي. ازودها سنه صغيره وما اخليهاش تغمق، بالذات بتاعه الرز، عشان لو غمقت هتبقى تطلع في الرز كده شكلها مش حلو ومش لطيف يعني، وحتى طعمها وريحتها كمان. اللون الجميل ده بسم الله ما شاء الله. اكون غاسله رز ومجهزاه عشان ما اسيبهاش كده على النار واروح اغسل رز تنحرق. انا غاسله رز بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقلب بقى كده قوام عشان الشعريه حساسه ما بتستحملش. اهم حاجه تشويح الرز ده يا حبايبي. وهنجيب الملح ونزوده فيه عشان ما بيشوح كويس جدا ويتغلف كل حبايه رز كده بالسمنه او الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها مع الملح. بناخد احسن نتيجه، ونيجي ساعه ما نيجي نزود الرز يكون الميه مغليه والرز سخن بناخد احسن نتيجه. الرز عمره ما يعجن ولا يبقى حبايه نيه وحبايه مستويه، يبقى كله بسم الله ما شاء الله زي الفل كده، ويتبيض البدر كده ما شاء الله، يبقى مستوي وفي نفس الوقت مفرفر كده معانا وزي العسل اهو يا حبايبي. لما يكون مجهزين رزنا جنبنا ما نديشنا الفرصه للشعريه تتحرق مننا. لازم نكون مرتبين حاجتنا كده جنبنا قبل ما نبدا شغلنا ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع وكله يعمل وكله يتهنى يا رب، اللهم امين. هزود الملح يا حبايب قلبي اهو بسم الله. والملح ده بقى مش مقدار، الملح ده على حسب ما ادوق. اشوح بس كده بجزء، ولما اجي ادوق ازود الميه بتاعتي ادوق الحدق بتاعه بقى محتاج ازود له يعني، احسن ما يكون حادق وما اقدرش اعالجه.
وان شاء الله في حلقه كده برضه هنقول لو الملح جه زايد مننا في الاكل هنحط فيه ايه ونعمل ايه عشان نعالجه. بس احنا نخلينا في الاحسن والافضل ان احنا دايما نخلي الملح قليل وبعدين نزوده براحتنا احنا، يعني على حسب الحاجه بقى ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وزد وبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. يا حبايب قلبي والله التجمعات ما بتفقر حد ابدا ابدا، بالعكس بل بتبارك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ما نقصت الصدقه من مال بل تباركه. ودي مش صدقه، ده اهل بيتنا وحبايبنا وصله رحمنا، وبتزيد الحب والمحبه كده. حتى الاطفال والاولاد يطلعوا يعرفوا اهلهم ويعرفوا الحب، ما يبقاش في جحد وفي لا ده انا هاكل ده كله ازاي، لا ده الدنيا غاليه، الدنيا غاليه من اعمالنا والله. والله الدنيا غاليه من اعمالنا ومن بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. لما نتقي الله ونأكل في بيتنا، البيت اللي بياكل فيه ضيوف دوت او بياكل فيه حد عمره ما بيفقر ولا عمره بيحتاج ابدا ابدا. صدقوني وجربوا كده يا حبايب قلبي، هتلاقوا دايما في زياده حتى لو الدخل بتاعه قليل. والله يا حبايبي لو الدخل اقل من القليل والله بيبارك وبيزيد وبيبقى جميل جدا. بس طب جربوا كده وافتكروني كده، بس تبقوا افتكروني بدعوه حلوه ان شاء الله. عمر لما حد بياكل في بيتك الخزين البيت ما بيقل ولا الماديات ما بتقل، لا بالعكس بالعكس يبقى في الف بركه. الحمد لله الحمد لله. انا ضيوفي ما كانوش راضيين يجوا، يقولوا لي الدنيا غاليه، قلت لهم الدنيا غاليه ما تغلاش عليكم يا حبايبي، وان شاء الله في خير وفي هتبقى في سعه رزق اكتر واكتر ان شاء الله. ما اتجمعناش على لقمه حلوه كده، هنتجمع امتى؟ نتجمع قدام المقابر، ولا هنروح نتجمع ساعه ما يكون المريض مرض ونروح نزوره ونشوفه؟ الله المستعان. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، عشان فراخنا متنضفه كويس وحاطين الحاجات بتاعتنا صحيحه. ونحط الفراخ بعد ما الشوربه الميه كده بالحاجات تغلي بناخد احسن نتيجه، ولون الشوربه يفرح. بسم الله ما شاء الله بالف صحه وعافيه يا رب. حبايبي هنا الحله ديت هنحمر فيها لسان العصفور اهوت، حاطين برده معلقه سمنه كده سايحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنسيبها بقى هنسيح ونضيف عليها رز لسان العصفور. وبعد اجيب كمان كيس لان زي ما قلت لكم العدد كبير ربنا يبارك. ونحمره ان شاء الله ونزوده مع بعض. حبايبي ان شاء الله هنحمر بقى لسان العصفور اهوت. دي حته سمنه، ما بنحطش على لسان العصفور زيت، دي حته سمنه سايحه كده عشان ده حساس وطعمه بيبان. لو في زيت او سمنه نباتي ما بيبقاش حلو يعني. هنحمره كويس جدا وهناخد اللون الذهبي وايدنا تبقى فيه عشان ما ياخدش حبايه وحبايه ويبقى لون غامق. هنحمره مع بعض اهوت وهنشوف اللون هيوصل لايه. لازم يا حبايبي ايدنا تبقى فيه على طول كده زي ما انتم شايفين عشان اللون يبقى موحد كده، وواحده واحده كده الدرجه بناخدها نقف عندها على طول. بسم الله ما شاء الله، يعني ما نشيلش ايدنا ابدا عشان اللون اللي احنا عايزينه نوصل له بامر الله من غير ما يتحرق مننا. اهو يا حبايب قلبي عشان احنا هنطفي دلوقتي عشان حراره الحله مع حراره السمنه هتاخد درجه او درجتين زياده، فعشان ما يبقاش اغمق من كده او طعمه مر. في نفس الوقت ما نطفيش قبل ما يبقى كده الدرجه ديت عشان هيبقى فاتح قوي والشوربه وتفتحه كمان شويه. فكده خلاص احنا طفينا النار اهو، وهنقلب فيه شويه برده بعد ما نطفي النار عشان اللون ما لسه كده الحراره بتاعت الحله عاليه مع السمنه بتخليه ياخد درجتين زياده. حبايب قلبي كده احنا هنزود الرز اهوت ان شاء الله مع بعض. بسم الله. لازم الصوت ده كده نعرف نسمعه ونعرف ان كده الرز اتشوح كويس جدا جدا مع الماده الدهنيه ومع الملح. والميه بتبقى عقله صباع فوق الرز زي ما احنا قلنا بقى كده. واللي بيعاير بالكوبايه لكوبايه رز كوبايه ميه، من كوبايه لكوبايه وربع على حسب الرز لو قديم او جديد. اهو يا حبايبي كده الرز اهو بسم الله ما شاء الله. زودنا ملح مظبوط كل حاجه تمام. هنغطي عليه بقى عشان نزود لسان العصفور ونعمل الملوخيه مع بعض وبقيه الاكل. حبايب قلبي لما لسان العصفور اخذ الدرجه اللي احنا عايزينها بقى، الاضافه دي جميله جدا جدا وجربوها ان شاء الله وهتدعوا لي مش هتبطلوا تعملوها. دي جزرايه مبشوره بالناحيه رفيعه جدا، هنشوحها شويه كده قبل ما نضيف الشوربه. بسم الله.
هنشوحها بقى كويس جدا جدا وبعدين نضيف الشوربه حبايبي. وما ينفعش نحط الجزره قبل ما لسان العصفور ياخد الدرجه اللي احنا عايزينها، لان لو حطينا الجزره قبل ما لسان العصفور ياخد الدرجه اللي احنا عايزينها هتوقف التحمير بتاعه، لان طبعا الجزر فيه سوائل هتوقف التحمير بتاعه فهتخليه يعجن كده. انما لما بناخد الدرجه اللي احنا عايزينها من لسان العصفور نزود بقى الجزرايه ونشوحها شويه وبعدين نزود الشوربه. حبايب قلبي هنزود كده الشوربه للسان العصفور اهو. بسم الله. حبايبي كده انا هعمل الملوخيه. هحط معلقه هحط معلقه كزبره ناشفه يا حبايبي كده في الشوربه بتاعه الملوخيه، تديها طعم جميل جدا جدا. مع معلقه صغيره كده حاجه بسيطه كده فص واحد توم. يغلي بقى هنا شويه كده. بسم الله ما شاء الله، جربوه كده جميل جدا 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 وهتفرق معاكم في الملوخيه ان شاء الله غير الطشه اللي احنا لسه هنعملها. احط حبايبي كده برضو نص معلقه سكر. بسم الله. الشوربه كده غليت يا حبايبي اهو. هنسقط الملوخيه. بسم الله ما شاء الله. الملوخيه ديت احنا مخزنينها وان شاء الله ان كان في العمر بقيه كده هنخزنها مع بعض السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. حبايبي انا طفيت على لسان العصفور، ولسان العصفور ما نسيبوش يغلي كتير، غلوتين اتنين بالظبط ونطفي عليه عشان الحبايه ما تكبرش زياده عن اللزوم. كده كده هو لسه في الشوربه هيكمل سواه على ما نخلص بقيه اكلنا. حبايبي الفراخ ديت احنا قطعناها ارباع اهوت وعملنا لها معلقتين صلصه كده بتوابل بمعلقه زيت ودهناها وهندخلها الفرن ونطلعها نشوفها مع بعض. حبايبي هنعمل طشه الملوخيه اهوت. دي التومه في معلقتين سمنه كده حلوين ما شاء الله. يا دوب تاخد اللون الذهبي وهنحط عليها الكزبره. بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبي الطشه كده خلاص اهو. بسم الله. اهو يا حبايبي سمكها بسم الله ما شاء الله. عسل عسل عسل. اهو ان شاء الله تجربوها وتتبسطوا عليها كده ان شاء الله وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. حبايبي هنا كده معانا مج الشوربه وفي معلقتين كبار حلوين مليانين سمنه سايحه عشان معانا هنا كسكسي هنحطه فيها. وحبايب قلبي الملوخيه ما بتتغطاش، لازم تنعم عشان لو اتغطت هتنزل في قاع الحل. واللي هياكله يا حبايب قلبي حلو احنا بناكله هنا بالشوربه، وفي لما يكون هناكله حلو بالمكسرات والسكر البودره بنحط لبن بدل الشوربه هنا. هنحط الكسكسي يا حبايبي اهوت على الشوربه. بسم الله. وهنقلبه بقى ونوطي عليه نخليه يشرب الشوربه دي كلها كويس ونشوفه مع بعض. حبايب قلبي الكسكسي اهوت بسم الله ما شاء الله. بنهدي عليه وبنظبط الدنيا بيفرفر تاني ويبقى زي العسل. بسم الله ما شاء الله. والسمنه السايحه فيه. بسم الله اللهم بارك اللهم بارك بألف هنا وشفا. واللي هياكله حلو يحط لبن بدل الشوربه. حبايب قلبي اتفضلوا معانا كده وان شاء الله يا رب يكون السفره دي تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتعملوها وتبقى احسن مني كمان وبالهنا والشفا يا رب على قلب اللي هياكلوها والصحه والراحه على قلبه. وما تنسوش يا حبايب قلبي بالله عليكم الاشتراك في القناه والدعم كده. انا والله بتعب فاستحق يعني ان شاء الله منكم الاشتراك والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.